نود أن نعلم من المظلوم. هل سئل قسم من القساوسة في ال30 على الماضية؟ لقد سئل كل الشيوخ، ما في شيخ إلا ومر على المعتقلات. يعني حتى لو كان شيخ تبعهم وراضين عنه برضه بيعتقلوه عشان يديلهم مزيد من التنازلات. يعني حتى الشيوخ اللي تبعهم، حتى الشيوخ اللي بيقولوا هم عايزين بيعتقلوهم برضه، لازم نمر على المعتقل عشان يوريهم كيف سترى. هل هناك قسم من القساوسة يستطيع الدولة أن تقتحم بيته وأن تكشف عورة أهل بيته؟ ما يستطيعون. هل يستطيع أحد في الإعلام أن يستهزئ بالرزق؟ كلا، يستهزئون بالشيوخ. هل يستطيعون؟ من الذي مظلوم في هذا البلد؟ من الممنوع؟ نحن كمسلمين ملتزمين ممنوعين من الدخول في الجيش، ممنوعين من الدخول في الشرطة، أبنائنا ممنوعة من الدخول في الشرطة. بل لو ابن أختي وابن أخويا بسببي يمنع، يعني بيدور ورقة كده في أول ما تخش الجيش أنت هل أحد من قرابتك منتقبة؟ هل أحد من قريبك ملتحي؟ لو كان للدرجة الثالثة ما تدخل. من المظلوم؟ المنتقبات ممنوعات من تولي الوظائف والتدريس بالذات. تدخل إلى أي مصلحة حكومية ستجدها مملوءة بالنصرانيات. يقول الدكتور محمد عباس في المختار الإسلامي عدد ذو القعدة 1420، أقول يا هو الدكتور محمد وقد استنصر البغاة علينا. استنصر يعني الدبان عامل نسور علينا، الدبان عاملين نسور علينا. أقول وقد استنصر البغاة علينا. أقول وقد ضرب الحمام على الوتد. حاجة غريبة يعني، أصبحت أمورها غريبة. يقول أقول وقد ضرب الحمام على الوتد وبال الحمار على الأسد. أقول وقد ضرب من العجب ضرب الحمار على الوتد، ضرب الحمام على الوتد وبال الحمار على الأسد. إن النصارى الصارخين بأنهم مظلومون الأقل من 5% يستحوذون على 60% من الثورة، ثم يملؤون الدنيا صراخا وعويلا لأنهم مظلومون، بينما لا يوجد مسلم في مصر إلا ويتمنى أن يحظى بمعاملة كالتي تعاملها الدولة الرئيسة في دولة النصارى. يقول الدكتور محمد عباس لو أن مسلم من المسلمين ولو معه طلقة بشيء هيعملوا فيه ايه؟ أنتم تعلمون ماذا. يقول الدكتور محمد عباس أما شحنة ابن المطران، هذا يعني معلوم للجميع، أما شحنة ابن المطران التي وصلت بالفعل، شحنة ابن المطران مطران بورسعيد التي وصلت بالفعل، يقول الدكتور محمد عباس فلم ينبح كلب ولم نلحظ همهمة اعتراض. كفوا على الخبر مليون كما يقول الناس، ولم نسمع همهمة اعتراض ولا إشارة تنديد، ولم نسمع نهيق حمار ولا دقيق حية ولا نقيق ضبطة ولا خوار بقرة مذيع بقرة كدميانة الشاذلي التي تسمى منى الشمسي وهي في الحقيقة دميانة الشاذلي وغيرهم ولا خوار بقرة ولا نبيذ قيس ولا قباع خنزير. لم نسمع أي من ذلك، ولا سمعنا ثراء ورثاء الذين يكتبون في الصحف القومية والوطنيين الذباب والبعوض والطنبور الذين يكتبون في صحف سويرس. لقد أصدر حرب السلامة زعيم المقاومة الشعبية في السويس بيان بعنوان فتشوا الكنائس والأديرة قبل أن يستبقى الأمر. هو قد استبقى الأمر، هذا الكلام قبل أن يحدث ما حدث الأسبوع الماضي. استبقى الأمر، يقول هذا الكلام الشيخ حافظ السلامة قالوا من عدة شهور. لقد يقول فتشوا الكنائس والأديرة قبل أن يستبقى الأمر. يقول إن الأخبار حملت لنا خبر السفينة التي تم ضبطها في ميناء بورسعيد وبها
مئات الأطنان من المتفجرات والأسلحة قادمة من إسرائيل، والسفينة مملوكة لجوزيف بطرس نجل وكيل مطرانية بورسعيد. والسؤال هو كم عدد المرات التي مرت فيها مثل هذه ولم تمسك؟ لقد قال لي أخ كريم إنه معلوم أنه أمام كل صفقة مخدرات تمسك هناك 9 صفقات مرت بدون أن تمسك. معلومة لهذا في علم الأمن. لو أنت مسكت صفقة مخدرات 9 أليس كذلك؟ 9 كم مرة؟ هل ممكن؟ هل سئل؟ ما سئل ولا هو. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا في أفضل قولنا ونستغفر الله لنا ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ولقد استخدمت الأسلحة أمام الجيش وهو أقوى ركن في البلد، يعني أنهم يقولون إننا قادرون على الوقوف أمام أقوى قوة عندكم، فماذا أنتم فاعلون؟ فماذا أنتم فاعلون بنا؟ يقول أحد الخبراء الأمنيين إن طريقة حرب المدمرة العسكرية التي تم إحراقها أمام مسبيرو تمت بطريقة أسلوب محترف. مدربين فين؟ إنها تمت بطريقة بارعة، وقاموا بإخراج الجندي منها وهو حي وقتلوه. الجيش يقول إنني لن أقول العدد الحقيقي لقتل الجيش حتى لا أثير المسلمين، وإنه دفنهم في السر. طب يعني عملوا قد إيه؟ قتلوا قد إيه؟ أما الجيش نفسه خايف يقول لحسن تحصل مجزرة. يقول الخبير الأمني وهو اسمه حسن بديع، يقول وهجم المسلحون المحترفون على سيارة عسكرية أخرى بها 10 جنود، حيث تم إغلاق السيارة من الخارج، وقاموا بإحراقها حتى تفحم 10 جنود. هذا فعلوا. طب فما بالكم ماذا سيفعلون بنا نحن المدنيين الوزن؟ نحن المدنيين الوزن. يقول الدكتور محمد عباس إن أمر الكنائس ليس مقصودا به الصلاة بل الغزو. نعم، مقصود به إعطاء مصر وجها مسيحيا يبيح لهم بالاستقواء والتزوير أن يسيطروا عليهم. يقول الدكتور محمد عباس إذا بقيتم أيها المسلمين كما أنتم، أيها المسلمون إذا بقيتم مخدرون كما أنتم، فانتظروا أن يكون نتنياهو هو رئيسنا الحقيقي، وأن يكون أوباما أمير المنافقين. انتظروا كل الرعب والمهانة والاستخدام والاستسلام أمام أصغر القسيس، وكل الجبروت والبطش أمام أكبر عالم. انتظروا محاصرة الدعوة الإسلامية والسماح بالتبشير. انتظروا الحرية لكل الكنائس وكل القيود على المساجد. انتظروا التنصير. انتظروا 50,000 جنيه شهريا يمنحها أغوات شنودة للمسلم الذي تنصر، والسجن والتعذيب والصعب والقتل للمسيح الذي يسلم. انتظروا خروج المسلمين من دين الله أفواجا. انتظروا حذف الآيات التي تطرح مشاعر شنودة. إنهم يتحدثون اليوم على تغيير المناهج الدينية، إنهم يريدون تغيير القرآن،
انتظروا حق الآيات التي تجرح مشاعر شنودا. انتظروا حق سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة الأنعام. انتظروا إلغاء الدين في المدارس ومن الصحف ومن كل الميديا الإعلامية ليبقى في المعتقلات فقط. انتظروا الجحيم على الأرض. انتظروا اعتبار العفة تخلبا والاعتزاز بالشرف إرهابا. انتظروا جزاء صمتكم على المجرم بيشوي الذي زعم تحريف القرآن وهو ابن من حرفوا الإنجيل. كان عليكم أن تصروا على أن يحال هذا المجرم إلى النيابة، ولا أقول أنه كان عليكم أن تعقدوا له محكمة تفتيش بالأزهر كما يفعل الهمج الذين يعقدون في الأدجرة الخارجة على سلطان الدولة محاكم التفتيش للإخوات المسلمات التي أسلموا. انتظروا تسليم كل من يتلو آيات الله وآيات القرآن عن عبد الله عيسى ابن مريم. انتظروا تسليم كل من يتلو آيات القرآن عن عبد الله عيسى ابن مريم إلى الكنيسة لتقتص منه في محاكمها المعقودة الآن محاكم التفتيش. انتظروا تحريم تلاوة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. انتظروا تسليم من يتلو إن الدين عند الله الإسلام أو من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. انتظروا الاستسلام بالحمد كله لجنود جلال الله الواحد القهار. عار عليك يا أزهر إن لم تكن الصخرة التي تتحطم عليها سبل التبشير والاستشراق والتغريب والتنصير، فالمسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم. انتظروا زيادة الكفر وزيادة العب وقيادة الفجور. انتظروا أن يكون الثقافة الشواذ وأن تكون كل المسؤولات عن سعادة الأسرة مطلقات تحتاج إلى طبيب شرعي ليثبت أنهن نساء لا رجال. انتظروا أن يكون الحد الفاصل بين المتطرف وغير المتطرف هو القرآن، فمن يصر على أنه من عند الله متطرف، ومن يقر بأن القرآن من تأليف محمد فقد نجا من هذه المحكمة. أقول والكلام كثير وفي الفم يشوي الفم كالمر. إنهم في كل مرة يصرخون ويقتلون يستخدمون الأسلحة ثم يقولون ما يريدون. فهذه المرة نقول بعد ما فعلوا إننا نحذر أشد التحذير مما يسمى قانون العبادة الموحد، فإنه ليس موحدا، إنه يعطيهم السلطة فقط ويمنع كل شيء عن المساجد. وأقول ما نطالب كمسلمين بمحاكمة علنية للذين أعلنوا على كل وكالات الأنباء أمام العالم كله نادوا إثيوبيا لاحتلال أسوان، وهذه خيانة عظمى. إن المسلمين حين خرجوا في مظاهرة مليونية ورفعوا علما فيه لا إله إلا الله فقط، قام العلمانيون وقام الإسرائيليون والليبراليون وقاموا كلها ويأخذوها لأنهم زعموا أن العلم المكتوب عليه لا إله إلا الله هو علم دولة أجنبية، وهذه خيانة عظمى. إذا كان رفع علم وكان يرفع علم السعودية، ولكن نقول مجردا لهم إذا كان رفع علم هو خيانة ورفع علم بدولة أجنبية، فما